الأصدقاء الأعزاء، مرحبا. مرة تانية رح نحاول نتناول تجربة حزب العمال الكردستاني بشيء من التحليل وإجراء بعض المقاربات، وأيضا سنركز في هذه الحلقة أو في هذا الجزء على السيد عبد الله أوجلان زعيم الحزب مؤسس الحزب، وبالاستناد على تصريحاته أو اللقاءات التي كانت تجرى بينه وبين محاميه، ويصدر عنها تصريحات للرأي العام، وتنشر هذه التصريحات في القنوات الرسمية التابعة للحزب وفي وكالات الأنباء ووسائل الإعلام المختلفة. لا أحد بإمكانه أن ينكر الدور الرئيسي الفاعل لزعيم الحزب في عملية السلام، وهو في سجنه. وفي إحدى المجلات الأوروبية في تقييم الأشخاص المؤثرين في العالم ظهر عبد الله أوجلان أو كان رقمه تقريبا 25. أعتقد أنه كان هذا الإحصاء إما على صعيد تركيا أو على صعيد العالم، ربما على الصعيد التركي. ترتيبه كان أعلى من ساسة، أتراك، وزراء، مسؤولين، قيادات، حتى يمكن أعلى، أو ترتيب أوجلان كان يتقدم على ترتيب مسؤول المخابرات التركية هاكان فيدان، وقادة في الجيش، ومسؤولين إداريين وبيروقراطيين كبار في الدولة التركية، نتيجة التأثير. بالمحصلة لا يمكن أن نفي أو تقليل من شأن ووزن دور أوجلان في ما يجري في تركيا على صعيد الحرب أو السلم. وفي من خلال التصريحات التي تصدر عن أوجلان يتحدث عن كل شيء، عن الأدب، عن الفن، عن الصحافة، يقرأ مقالات صحفيين أتراك ويعلق عليها، جنغيز تشاندار، فهمي كورو، أحمد ألطان، صحفيين كتاب، جان دوندر، صحفيين وكتاب أتراك مهمين وفاعلين في صناعة الرأي العام، قادة رأي في تركيا. أوجلان يأخذ أو يقرأ مقالاتهم ويعلق عليها خلال لقاءاته بمحاميه. يتحدث أوجلان عن أمور كثيرة، عن مرافعاته، وعن كتبه، وعن مراجعاته النقدية، وعن الوضع السياسي والوضع العسكري بشكل عام، وكأنه يتابع بشكل دقيق جدا، حتى أكثر من الموجودين خارج السجن، يتابع بدقة تفاصيل ما يجري على الساحة التركية والساحة الدولية والساحة الإقليمية والكردية في كل مكان. في هذا اللقاء الذي جرى في 27/7/2011، هذا اللقاء منشور في القنوات الإعلامية التابعة للحزب، ومنشور في الموقع الرسمي لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني، الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، وممكن العودة إليه في مصادر الإعلامية عدة. في هذا اللقاء أيضا هنالك مجموعة من التناقضات. لن نتناول التناقضات الفكرية، الفلسفية والفكرية، فيما يتعلق بمقاربته بماركس وأنجلس ولينين وقادة اليسار ومؤسسي الفكر اليساري والاشتراكي، لكن المقاربات السياسية سنتناول الجانب السياسي ومدى التناقضات فيها. صحيح هنالك بون شاسع أو فارق مهم أو كبير أو استراتيجي ما بين أوجلان قبل الاعتقال وأوجلان بعد الاعتقال، وربما يكون هذا الشيء من طباع الأمور. كثيرين، مانديلا أيضا إنجازت المقاربة قبل وأثناء السجن
يعني كانوا في اختلاف. جرامشي كمان كان في اختلاف. دائما السجون هي أو هي مكان للمراجعات النقدية، لكن المراجعات النقدية اللي تكون نوعا ما خالية من التناقض مع النفس، تناقض مع التاريخ، تناقض مع علم الاجتماع، مع يعني مسلمات وبديهيات يعني. وخطاب أوجلان في مرحلة المراجعات النقدية يشوبه الكثير من هذه التناقضات. يعني أذكر يعني قبل اعتقاله عندما كان متواجدا في سوريا، كان أو مرحلة تأسيسية لحزب العمال الكردستاني والكفاح المسلح، وحتى قبل اعتقاله كان أوجلان ناقدا شديدا للكمال مصطفى كمال أتاتورك. بعد اعتقاله صار يلتمس له الأعذار، مش بس يلتمس له الأعذار، ويحاول تبرئته، ويحاول أن يكون محامي دفاعا عن مصطفى كمال أتاتورك، ويعطي انطباعا جديدا وتصورا وقراءة جديدة لمصطفى كمال أتاتورك. وقد أتيت على هالموضوع في فيديو سابق. أيضا يعني شخصية إدريس البتليسي، يعني شخصية الشيخ إدريس البتليسي في التاريخ الكردي، وكيف ساند وعاضد السلطان سليم ياوز في صراعه مع الصفويين، وجمع شمل القبائل والإمارات الكردية، وساعد العثمانيين ضد الصفويين من منطق ديني، من منطق طائفي، من أي منطق يعني. أوجلان قبل الاعتقال كان يعتبر إدريس البتليسي رمز للخيانة، وأدبيات الحزب زاخرة يعني اللي بيأكد هالشيء. يعني الكتب التي صدرت عن الحزب فترة تواجد أوجلان في دمشق في سوريا في الثمانينات والتسعينات فيها الكثير من الأدلة حول هذا الموضوع، أنه إدريس البتليسي رمز الخيانة، وهو الذي مهد للاحتلال العثماني لكردستان وما إلى ذلك. بعد اعتقال أوجلان في سياق المراجعات النقدية صار هنالك تصور جديد لإدريس البتليسي. يعني صار أوجلان يعني يطالب العثمانيين الجدد، حزب العدالة والتنمية، أن يقتدوا بالعثمانيين القدامى، يعني الذين تواصلوا معه وتحالفوا مع إدريس البتليسي وكذا. ويريد أن من العثمانيين الجدد أن يتعاملوا معه معاملة العثمانيين القدامى مع إدريس البتليسي. لكن إدريس البتليسي في تلك الحقبة قبل يعني عام 1514، يعني قبل نحو 500 عام، قبل نحو 500 عام التنازلات أو صك التنازل أو صك العلاقة أو التحالف الإدريس البتليسي مع السلاطين العثمانيين متقدم جدا 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 على طرح عبد الله أوجلان. يعني وقتها إدريس البتليسي أخذ من السلطان العثماني مكتسبات كردية أضعاف يعني ما حصل عليه الأكراد على زمن عبد الله أوجلان، والتنازلات التي أبداها عبد الله أوجلان للدولة التركية. يعني على الصعيد القومي وعلى صعيد المكتسبات، إدريس البتليسي الخائن والعميل في المنظور الأوجلاني قبل الاعتقال هو متقدم جدا جدا على الطرح الأوجلاني حاليا. ومن يعني يجيد المقاربات أو أي مطلع بسيط يعني على التاريخ الكردي وما جرى وقت ذاك وحاليا بإمكانه أن يصل إلى هذه الخلاصة. لكن وليس هذا هو موضوع النقاش، لأنه هو يعني من البديهيات تقريبا. الغريب في الأمر أنه أوجلان يعني يمدح إدريس البتليسي ويمدح العثمانيين، أنه أمجاد العثمانيين وأمجاد السلاجقة كانت على أكتاف الأكراد، وكانت نتيجة التحالف الكردي التركي، وهذا شيء صحيح يعني. وأعتقد أنه أوجلان قبل يعني ربما يعني قبل اعتقاله لم يكن مطلعا بما فيه الكفاية على التاريخ.
صار يقرأ التاريخ ويعيد النظر في الأحداث التاريخية بعد الاعتقال. وهذه المراجعات أو القراءات الجديدة أيضا يشوبها يعني التناقض. على أي حال، في هذا التصريح أوجلان يشكو من الجانبين، من حزب العمال الكردستاني ومن الدولة التركية، أنه الطرفين يستخدمونني كوسيط، وأنا أرفض هذا الأسلوب من التعامل، ولدي شروط. ويعني يشرح خلفيات هذا الأسلوب الذي يرفضه عبد الله أوجلان في التعامل معه كوسيط للحل، يعني الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني. وكما ذكرت لكم يعني لقائي بمحامي جرى في 27/7/2011. وقتها يعني توقفت المفاوضات السرية في أوسلو. كان في مفاوضات سرية في أوسلو بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية، يديرها صبري أوك مسؤول حزب العمال الكردستاني في أوروبا، وهاكان فيدان مسؤول مخابرات تركية. توقفت هذه المفاوضات بسبب هجوم حزب العمال الكردستاني، هجوم عسكري على مخفر تركي في مدينة فارقين، وقتل وقتها يعني ما بين 10 إلى 14 جندي. أوقفت السلطات التركية هذه المفاوضات، وصار في تسريبات وأشرطة. هذا الموضوع كله يعني ربما يعني يعرفه الملمون والمطلعون على الشأن الكردي والتركي في تركيا. على أي حال، أوجلان يتحدث قائلا في هذا التصريح: كجك، ويقصد حزب العمال الكردستاني، منظومة المجتمع الكردستاني، أو تستخدمني بهذا الشكل يعني كوسيط، وكذلك تريد الهيئة المرسلة من آكبا من قبل آكبا فعل ذلك. يعني نفس يقارب ما بين حزب العمال الكردستاني وحزب العدالة والتنمية. يقارن بين أوجلان، يقارن أنه اثنيناتهم نفس الشيء في تعاملهم معي، يعني تعامل الاستثماري. فكلا الطرفين يسعيان لاستخدامي بهذا الشكل. أقول لهم، الكلام لهم يحدد الطرفين، أقول لهم إنني هنا لا يمكن أن أقوم بدور القيادة العملية في هذه الظروف. قلت لهم إنه لا يمكنني الاستمرار بهذا الشكل، وسأخصص اجتماعنا هذا اليوم لهذا الموضوع. اجتماع مع المحامين سيخصصه في هذا الموضوع. كلا الطرفين يقولان لي أشياء معينة، يرسلون لي رسائلهم وبرقياتهم، فما تقوم به الدولة وآكبا واضح. واضح وبين. وقنديل تكتب، يقصد قيادة الحزب في قنديل، وقنديل تكتب لي قائلة إننا نستفيد من كتاباتكم، إنها تضيء طريقنا بين مزدوجين. كلا الطرفين يعملان على مداراتي، وهذا بالأساس نوع من التهديد والوعيد. كلا الطرفين يعني يدارون عني الأشياء، ويعتبر أوجلان يقارن ما بين الاثنين، حزب العدالة والتنمية وحزب العمال الكردستاني. والكلام واضح، يعني اللي بيفهم عربي واضح يعني. وبإمكاني يعني أبرز النسخة تركية كمان إذا حابين كتير يعني، أو جماعة الحزب بيشككوا بهاي المسائل، بإمكان يعني عم بحكي من وثيقة منشورة في إحدى قنواتهم. كلا الطرفين يعملان على مداراته، وهذا بالأساس نوع من التهديد والوعيد. يعني الحزب وحزب العمال الكردستاني وحزب العدالة والتنمية، أوجلان يفسر هذا السلوك، هذا الأسلوب التعامل معه، على أنه تهديد ووعيد. انتهى ما سأقوم به، وإذا كان المطلوب مني القيام بدور ما
فلا بد من تأمين ظروف الصحة والأمن والحركة الحرة، ودون تأمين ذلك لن أقوم بأي عمل، حيث أن وضعا كهذا لي أو يلحق الضرر بالكرد وبالمصالح العليا للدولة. الوضع الذي يعيش فيه أوجلان دون تأمين ظروف الصحة والأمان وحرية الحركة، يعني أوجلان يعتبره مضرا بالكرد وبالمصالح العليا للدولة أيضا. ويستشهد بمقولة إسماعيل بشكشي، وإسماعيل بشكشي كان مصيبا في قول إسماعيل بشكشي إن أوجلان لا يمكنه إدارة الوضع من هناك في إمرالي في هذه الظروف، ولا يمكنه بدور القيادة العملية من الداخل، ولا يمكنه من الدور القيادة العملية من الداخل. نعم، والقول لأوجلان الآن: نعم، لا يمكنني إدارة عملية السلام في ظروف كهذه. الكلام لأوجلان. ويستطرد أوجلان كمان يضيف: وضعي يشبه وضع مانديلا في جنوب أفريقيا، وديزموند توتو قال لمانديلا: لا تتدخل في عمل كهذا دون أن تكون حرا، إنه أمر خطير. طبعا أوجلان هون يقارن نفسه بنيلسون مانديلا. نيلسون مانديلا عندما اعتقل يعني المؤتمر الوطني الإفريقي لم يعد ملزما أو ملتزما بقرارات وتوجيهات مانديلا في السجن، ولكن حزب العمال الكردستاني بقي ملتزما بقرارات وتوجيهات ومشاريع وطروحات أوجلان داخل السجن. وأصلا عبد الله أوجلان في هذا الكلام متناقض مع نفسه، يعني متناقض. ظروف الأمن والصحة وحرية الحركة لم تكن متوفرة في 99 في 2000 أيضا عندما اعتقل. لماذا تدخل أوجلان في عملية السلام؟ لماذا قدم مشروعا لحل القضية الكردية يرتكز على تنازلات في الأهداف وفي المشاريع وفي الاستراتيجية؟ لماذا طالب بإرسال وفود سلام من أوروبا ومن المقاتلين في الجبل طالما أن هذه الشروط لا تتوفر؟ نحن في عام 2011 تاريخ هذا اللقاء، وعبد الله أوجلان انخرط في عملية سلمية وفي تفاوض ما بينه وما بين الدولة التركية في سنة 2000. يعني ما غير متوفر حاليا أو في تاريخ نشر هذا اللقاء في 2011 لم يكن متوفرا قبل 11 سنة أيضا. فأنت تنأى بنفسك الآن وقد بدأت يعني تنخرط في العملية السلمية ومحاولة إيجاد تسوية ومخرج سلمي للقضية الكردية في فور اعتقالك، وقدمت المشاريع والخدمات والحزب تبناها. شو اللي اكتشفت جديد انه والله لم يعد بإمكاني الآن هاي الصروف؟ ليش هاي الصروف والشروط كانت متوفرة في سنة 2000 2001 و2002 لم تكن أيضا متوفرة. وضعي يشبه وضع مانديلا في جنوب أفريقيا، وديزموند توتو قال لمانديلا: لا تتدخل في عمل كهذا دون أن تكون حرا، إنه أمر خطير. وكان مصيبا، لكنهم بعدها مهدوا السبل أمام مانديلا ومنحوه الإمكانات. وأنا أقول هنا: دون أن أكون حرا ودون أن أكون حرا وطليقا في تحركاتي لن أتدخل في عملية السلام هذه ولن أشارك فيها. فلم يعد صحيحا أن أستمر في العمل كالسابق. يعني سابقا كان صحيحا أن يكون يعني يشارك في التسوية ويحاول أن يجد حلا. الآن لم يعد صحيحا كالسابق أنه أن يكون منخرطا في العملية. ويقول هنا يعني: أرسلوا لي منذ فترة
وأنا ذكرت أنه توقفت المفاوضات ما بين الطرفين، أرسلوا لي منذ فترة خبرا مفاده أنه تم توقف العمل بوقف إطلاق النار، وهي سنوات خمس تمر. وليعلم الجميع أن أوجلان يعلن إنهاء القيام بدور الوسيط، ولن يسمح بهذا بعد الآن. هذا إعلان أوجلان أنه يعلن إنهاء القيام بدور الوسيط، تخلى عن دور الوسيط، ولن يسمح بهذا بعد الآن. وضحت لتلك الهيئة إنني لا أستطيع الاستمرار في مثل هذه الظروف، وأعتقد أنني سألتقي بالهيئة، والهيئة اللي أثناء المفاوضات السرية في أوسلو كانت هنالك هيئة من الدولة والحكومة التركية وهيئة الأركان تلتقي بأوجلان بشكل دوري بين الفترة والأخرى يعني شكل من أو كتتمة أو للمفاوضات الجارية ما بين الطرفين في أوسلو في أوروبا. أيضا كانت هناك لقاءات بأوجلان تجري في سجن إمرالي. وضحت لتلك الهيئة أنني لا أستطيع الاستمرار في مثل هذه الظروف، وأعتقد أنني سألتقي الهيئة مرة أخرى وسأوضح لهم قراري هذا، وبعدها فإنني لن أتدخل في كلا الطرفين، أقصد قنديل والدولة، فإن أمكنهما ذلك فليتفقا، إن أمكنهما يعني أن يتفق فليتفقا، أو إن كان بإمكانهما الحرب فليتحاربا، ما عاد عنده أي مشكلة. أما إن رغبا في أن ألعب دورا في هذه المرحلة فلدي شروط ثلاثة لا بد منهما، ألا وهي الصحة والأمن وإمكانية التحرك الحر. فإن أمكنهم تحقيق هذه الشروط سأستمر في حال اتفق الطرفان على دور لي، وإذا حققوا الشروط الثلاثة الآنفة فسأقوم بلعب دوري كاملا، فدون تحقيق هذه الشروط لا يمكنني الاستمرار أكثر. كلام أوجلان. طبعا هذا التهديد والقرار النهائي الذي أعلنه أوجلان في هذا التصريح اخترقه أوجلان نفسه. نحن في 2011 في هذا التصريح، في 2013 في عيد النوروز 2013 صرح أوجلان وطرح مبادرة جديدة، وأنه بدأت جولة جديدة من التواصل والمفاوضات ومشاريع الحل وإلى ذلك. ما الذي تغير من الشروط التي طرحها أوجلان؟ هل يعني حصل أوجلان على هذه الشروط؟ هل تحققت هذه الشروط التي طرحها؟ أنه إذا توفرت هذه الشروط سأتدخل، إذا لم يوفروا لي هذه الشروط لن أتدخل. في 2013 في آذار 2013 هل حققت الدولة هذه الشروط لعبد الله أوجلان؟ شرط الصحة، شرط الأمن، وشرط الحركة الحرة، التحرك الحر. طبعا أوجلان ما زال مسجون، وأوجلان ما زال يعني شرط واحد فقط يكفي، إنه مسجون في سجن انفرادي. دعوا شرط الصحة والحياة والأمن على الحياة والمسائل هي، هذا الشرط غير متوفر. فلماذا تدخل أوجلان؟ لماذا هدده أوجلان بالانسحاب ثم خالف وتنازل عن هذا التهديد وتدخل مرة أخرى في العملية السلمية وناقض كلامه وتهديداته؟ يعني هل يمكن أن يجيب مناصرو الحزب على هالسؤال المشروع؟ سيقول البعض أنه يريد حقن الدماء ويريد كذا. تدخله في 2011 أيضا لم يثمر عن شيء، أيضا لم يثمر. ثانيا أوجلان يطالب قنديل بهيش، يطالب الطرفين، كلامه واضح، يطالب الطرفين بتأمين هذه الشروط الثلاث. كيف سيؤمن قيادة أو كيف ستؤمن قيادة الحزب له هذه الشروط الثلاث؟ الأمن والصحة وحرية الحركة. هذه الشروط مطلوبة من الدولة التركية
وليس من حزب العمال الكردستاني. اللهم أنه حزب العمال أوجلان كان يطالب بتنازلات يقدمها الحزب للدولة حتى تقوم الدولة بتأمين هذه أو تحقيق هذه الشروط الثلاث. عدا ذلك يعني كيف تطلب من قيادة حزبك أنه ليش أنت مسجون عند قيادة حزبك؟ أنت في منطقة تحت سلطة ونفوذ الحزب؟ لا، أنت في جزيرة إمرالي. جزيرة إمرالي لا تخضع لسلطة حزب العمال الكردستاني. فكيف يطلب أوجلان من حزبه أن تحقق له هذه الشروط الثلاث كما يطلبها من الدولة التركية؟ يطالب بالطرفين. عموما يعني في هالحوار، في نهاية هذا الحوار يتحدث دائما، يعني يتحدث أوجلان عن مشاهداته والأخبار التي تأصله عبر الصحف والمجلات. يتحدث عن كتاب جديد مؤخرا نشر كتاب لمصطفى أرمغان بعنوان الاتحاد والترقي بعيون كاظم كارابكر. كاظم كارابكر كان من القيادات التركية المؤسسة للجمهورية، وشخصية عسكرية معروفة، جنرال معروف ربما هو يطالب المحامين أنه يجيبوا له هذا الكتاب في المرة القادمة. كذلك الكتب حول العلوية والعلويين في عصر ياوز سليم السلطان العثماني. يطالب بهاي الكتب، يطالب محاميه بجلب هاي الكتب الجديدة مشان يقراها، و يعني يريد أن يتعرف على الواقع العلوي أو الظروف أو الأوضاع التاريخية للعلويين في تلك الفترة، في فترة نهاية تموز 2011 عندما بدأت الأحداث في سوريا، و يعني بلش الاهتمام بالواقع العلوي وأنه النظام في سوريا نظام علوي ومستهدف كذا. أوجلان يريد أن يوسع معرفته ويوسع اطلاعه على، وهذا من حقه يعني. على أي حال أكتفي بهذا القدر، ولنا لقاءات أخرى أيضا نتناول فيها تجربة حزب العمال الكردستاني وزعيمه عبد الله أوجلان بالمراجعة والمقاربة والنقد. دمتم بخير.